مشاهدينا بريس تي في، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم برنامج ضيف الاحد. ضيف الاحد اليوم يستقبل فاعل جمعوي. الفاعل الجمعوي هو السيد عبد الرحيم الصوتي، رئيس جمعيه الوحده للتنميه الاجتماعيه. اخ عبد الرحيم مرحبا بك. مرحبا بكم. كيف ما تعودنا في البرنامج ديالنا، الضيف ديالنا هو اللي كيقدم نفسه، ونخليوك انت تقدم نفسك للجمهور. السلام عليكم، عبد الرحيم الصوتي، مزاد 29 12 67 الدار البيضاء، الحي المحمدي، فاعل جمعوي، رئيس جمعيه الوحده للتنميه الاجتماعيه ورئيس الائتلاف الجمعوي لجهه الدار البيضاء الكبرى. شكرا. اذا كنعرفوا الجمعيات كيكون عندها انشطه، بغيناك انك تكلم لنا على الانشطه اللي مرات بها جمعيه الوحده. هي منذ التاسيس كان عندنا الهدف تاعنا هو نكون واحد الجمعيه اللي تكون فاعله في المنطقه. بالفعل من بدينا في التاسيس 7 مارس 2006 كان عندنا السنه الاولى كيف تقول مراحل التاسيس تتكون يلا كي تتكون فيها واحد المكتب اللي يكون قادر باش يتحمل المسؤوليه. من بعد السنه الاولى مرات السنه الثانيه بدينا في الانشطه الهادفه اللي تهدف الطفوله في دار الشباب. بقينا تنشتغلوا 2008 2009. في 2010 انتقلنا للانشطه الاشعاعيه، يعني بدينا غادي مراحل تدريجي. يعني الجمعيه تشتغل في كل ما هو اجتماعي تكويني ثقافي ترفيهي اجتماعي، بالاخص هي اهداف عندنا اجتماعيه وتنضيفوا لها الاخرين، يعني كلهم تكاوين. يعني مثلا الانشطه الاجتماعيه، مثلا عطينا شي امثله ديال الانشطه اللي مروا اجتماعيه. الانشطه الاجتماعيه واننا تنديروا عده انشطه، من بينها مؤخرا في السنه الماضيه كانت عندنا خيمه صائم، تنديروا حملات الاعذار، تقديم مساعدات، تسهيل ولوج الخدمات للساكنه المحي المنطقه. يعني هاد الجمعيه ما واخداش بان عتيقبات الشغل غير في دار الشباب، يعني واخده واحد الحي. كنا خدينا سيبلينا واحد الحي اللي هو اقامه الاصيل، وهو اللي بغينا نبينوا فيه مفهوم العمل الجمعوي. يعني تنخدموا فيه ما كل هو اجتماعي، تنقدموا اي حاجه مساعده اللي تم العمل الجمعوي للساكنه، زائد الخدمات. يعني المرافق اللي ناقصه تنحاولوا حنا نحسنوها، يعني نوفروا لهم حدائق، اماكن لعب اطفال، مساجد، يكون ما هو ديني اجتماعي ثقافي، جميع الانشطه اللي يحتاجها الساكنه. ذكرتي لنا بان كاينه اعمال اجتماعيه، واش كاين تجاوب من هذوك الساكنه؟ بطبيعه الحال الجمعيه راه ما يمكنش لها غادي تنجح وتزيد تنتقل من مرحله لمرحله الا نجحت في الاولى. قلت لك مني نجحنا في الاولى والثانيه والثالثه، دابا في المراحل الاخيره في هذه السنه دخلنا لما هو كيف تنقولوا ماشي اشعاعي ثاني دزنا منه. يعني الجمعيه ملي تفرض راسها في المنطقه اش خاصها دير؟ انتقلنا دابا الانشطه تاع المبادره الوطنيه للتنميه. حنا ما بغيناش ندخلوا فيها من المره الاولى مني بجينا، يعني تتوقف الجمعيه ماشي تتوقف، بغينا حتى نكونوا واحد المكتب يكون قادر يتحمل المسؤوليه. حيت ما يمكنش لينا غادي ناسسوا جمعيه هذا العام حقا 90 عام ندخلوا في انشطه المبادره، ندخل نشد مشروع وانا ما مسيبليش الحي، ما عارفش الحي، ما داير لي لا تشخيص تشاركي لا الحي اش خاصو. يعني حنا ولينا عارفين الحي اش خاصو، مرافق، الخدمات، الساكنه اش باغا، الحاجيات تاعها، يعني ولينا عارفين كل شيء. ومن عرفنا هذه سيب لينا اول حاجه عرفنا هو كان عندنا خصاص فاش فروض الاطفال، يعني عدم تواجد روض الاطفال في منطقه اللي تابعه لنفوذ مقاطعه عين السبع ما يخص من الحزام الكبير حتى الحي سعيده والاصيل والشعبي ودار الامان ما عندهمش روض الاطفال. هذا اللي خلانا في 2014 درنا واحد المشروع في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، روض الاطفال بفضاء الشباب الاصيل. يعني حتى مده الانجاز كانت قياسيه، يعني ما نظنش بانه من بدات المبادره في عين السبع حتى اليومين انا كانت شي جمعيه خدات مشروع وسالته في الظرف اللي سالينا حنا هذا الروض. شحال تقريبا المده ديالها؟ يعني مده الاشتغال 2.5 شهور اللي كاينه، يعني من توصلنا بالدعم دابا 2.5 شهور. يعني 2.5 شهور. غير الاجراءات الاداريه هي اللي معطلانا، وما حنا كان جور نساليوه حيت كنا مستعدين. يعني المشروع اللي كيتحط حطينا مشروع حطيناه مونطيناه مزيان، وحتى اللي كالفا تاعو صوبناهم. يعني حتى حنا جدرنا لهم في المبادره ماشي خدنا مشروع، حنا عطينا درس للجمعيات في عين السبع
وحتى المصالح تاع المبادره باش شافوا كيفاش تمونطا المشروع وكيفاش يتقدم ويتبريزونطا، وحتى الوديت ما تيجينا اللجان تيخرجوا ما تلقاوش معنا مشاكل، يعني تلقاونا مستعدين، يعني موجدين لهم ملف كامل من ا حتى ز. كتسهلوا عليهم حتى الخدمه حتى كله سهل، يعني ما هما اش يبقى لهم تيخرج يعاين، ما تيجي تلقى واحد الجمعيه حاطه داك الشيء كما هو اداريا، يعني بالتتابع داك الشيء متابع متسلسل، يعني ما لقاوش معنا مشكل. هذا اللي خلانا دخلنا المشروع الثاني في 2015 وجدنا الوثائق تاعنا، دفعنا خدنا دابا سنين الشراكه في هذا الاسبوع اللي فات تنتظروا باش نحصلوا على الدعم تاع 10% الاول مساهمه 10%، وندخلوا حنا درنا التزام تاع باش نساليوه في 3 شهور تا هو الشراكه لينا، حنا ما بغيناش العام، حنا قلنا لهم حنا يعني ملي تكون تشوف راسك واجد وكاين وقادر وكاين، ماشي مديور جمعيه مديوره غير موسميه، فهمتيني؟ يعني دائما كتكون ماشي جمعيه تاع الرئيس، لا جمعيه ديال المكتب، تاع المكتب، المكتب هو اللي تيسير واش يسير اش دير الجمعيه، تدير اللي بغات السكينه. ذكرتي دابا ان كانت هناك اعمال اجتماعيه، اعمال تكوينيه، تقدر تعطينا نبذه عن الاعمال التكوينيه في المجال التكويني؟ التكويني، حنا الاختصاص اللي عندنا التكويني هو التكوين الفندقي، هذه اللي بدينا في 2011 بحكم عندي ديبلوم تاع المدرسه الفندقيه شعبه ريستوراسيون، خدت على عاتق تاعي باش انا تندير التكوين، بالفعل كنت ندير التكاوين في دار الشباب نظريه وتطبيقيه، يعني باش تعرفنا بان نجحنا فيها هو انه ما يمكنش مجلس الجهه يدير معك شراكه هكاك، يعني حصلنا على شراكه مع مجلس الجهه مولات لينا باش آلية باش يمكن لنا نشتغلوا، وبدينا في السنه الاولى. السنه الثانيه خدنا التزكيه تاع مجلس العماله حتى هو ولا معنا شريك في هذا الشيء، وكملنا السنه الاولى والثانيه والثالثه، يعني دازوا مزيانين. في سنه واحده تقريبا شحال واحد نقدروا؟ السنه الاولى كانت عندنا ما بين 53 و 51 اللي تتراوح، اللي تيجي ما بين الدراري والدريات، يعني ولا جينا نشوفوا تلقاو فيهم 70% يخدموا في لي زوطيل لي ريستورون من هذوك الدراري اللي كانوا عندنا في الجمعيه. هذا خير كبير، يعني هذا بلا مبادره بلا والو، احنا ما تنحتاجوش حنا نقولوا راه درنا ولا ناخذوا نقولوا راه 10 كونا، حنا ما تنقولوش، حنا المنخرط هو اللي تيقول راني كتف الوحده جمعيه الوحده درتها وانا في ريستورون خدمت ولا في لوطيل، واللي ما خدمش داروا واحد المجموعه وتيخدموا في حفلات وهذا حتى اللي ما يسترجي الله ولا عندهم واحد الدخل تاعهم ولا عندهم واحد الدخل. في الاضافه لهذا كان عندنا التكوين الحلويات، درنا التدبير المنزلي، التدبير المنزلي درنا شراكه ثانيه مع مجلس العماله، وقتينا التجهيزات من بعد ما رفضات وزاره الشباب والرياضه اللي دائما الاذان تاعها لغه دائما كل ما تسمع شراكه فيها تتهرب، هي ما باغاش تعطي التريال وما باغاش تتجهز، تدار فضاء الشباب اللي هو هذا ماشي تاعو ومعطيها باش تسيروا والو، خاصنا حنا نجهزوه. نعرفوا بان فضاء الشباب الاصيل الا بغيتي دير به شي حاجه خصك تمشي للمندوبيه ديال وزاره الشباب والرياضه، هذيك تقول لك الا بغيتي دير تقول لك ترخيص، ولا كان شي حاجه تقول لك ماشي انا المقاطعه، انا ماشي انا، هذاك راه فضاء لاصق فيا، هذاك عفاصه. ولكن شحال من جمعيه كاينه في ذاك الفضاء، واش ما قدروش انهم يوقفوا؟ شوف نقول لك الجمعيه تما فضاء خداو التاسيس، المشكل اللي كاين هو تجي جمعيه منين تجي تاسس خذ مقر وتمشي ما كايناش، يعني لا نشوفوا تلقاو الجمعيه الناشطه كاينه 7 ولا 6 هما اللي ناشطين، اللي داروا كتله، درنا كتله هذوك النشيطه درنا احنا حتى كتول الجمعيات النشيطه بدار فضاء الشباب، يعني حتى لك درنا شي نشاط اشاعي تنكونوا كنا في هذاك النشاط تنديروه، واخا تكون دايره هذه الجمعيات الوحده كلشي تيكون بشراك تنسيق مع هذوك الجمعيات، والجمعيات الاخرين تلقاو واحد 200 ولا 300 هذوك وقتها المراسلات مع كاين ما عمرنا ما عرفناه، تيجي يدير الاجتماع الاول وتيمشي صافي. ولكن واش ما كاينش شي قانون او شي بند داخل الفضاء الشباب الاصيل كيمنع على ان الجمعيه خصها تتحرك؟ هاد الجمعيات الجامده او الجمعيات هو ماشي الشبح لا كما كنعرفوا، هو ماشي دار الشباب اللي خاصها تتحرك المجلس، ولا هو راه قانون منظم الجمعيات اللي خاصو يتغير. علاش؟ حيت كاينه جمعيه دابا تجي جمعيه تتاسسوا حتى الانتخابات عندهم صافي، كاين جمعيات دابا اللي ما تيبانوش عندنا في فضاء حنا حتى الانتخابات غنقول لهم تيجي يدير لك القوق انت
ملي تقرب دابا بحال دابا شهر 9 دابا تيجيو يديروا لك القوق، انت تيبداو يوشوشوا عليك، ما كاينش 5 سنين ويجيو يوشوش عليك دابا. وحتى المشكل اللي كاين مراقبه تاع وزاره الشباب ما تتراقبش، ما كاينش هذوك التقارير الموسميه. كاين اش تقول لك دار الشباب صيفط لي التقرير، هي خاصها هادشي التقرير كاتب وتصيفطو سي الرباط وغادا كون كوا درنا وما تجي الارض الواقع ما تلقى ماشي ناس. كاين جمعيه اللي مديره التناشر. احنا كنعرفوا بان الجمعيه هي واحد الكتله ديال الاشخاص اللي كيخدموا واحد الاهداف بدون غير الربح، ولكن خص يكون واحد التنظيم او جدوله زمنيه ديال الانشطه. اغلبيه الجمعيات اللي كنشوفوا حاليا ما كيشتغلوش بهذا المنطلق، خصوصا انا ذكرتي بان كاينين جمعيات اللي فيها مع الرئيس وما كاينش، يبان حتى انتخابات حتى هو كيبان موسمي. واش كاينه شي جهه او لا كنتمناو يصدر شي قانون لانه يفرض على الجمعيات اما تشتغل واما تنحى، لان ولينا كنشاهدوا ان الجمعيات كثروا في هذا الوقت بزاف، ولا كل شيء يعني ولا كل شيء شبهات، ولا تسميه جمعيه ولا فيها بزاف المآلات. شوف هي ما كاينش كلشي شبهات، اللي تعرف راسو تيقول لك اللي كلشي خاوي ما فيهاش عجينه ما تيقولش لك عن الشبهات. شكون اللي تيقول لك ولاو تاهمين؟ هذاك اللي داير. حيت باش ندير جمعيه انا باش ناخذ منحه وما كاينش اللي راقبني، هذا هو الخطا. هذا هو الخطا. حيت كنا في واحد الاجتماع رسمي وكان اقترحنا حنا كجمعيه الوحده، قلنا ما يبقاش تعطى المنحه هكاك. قلنا اللي بغى المنحه خاصو يدير تحط واحد دفتر تحملات. ها هما جاو ليه دابا جبدنا عامين باش قلنا حنا. قلنا لهم حنا تنقولوا باش ما تعطيوش المنحه ما تبقاش تعطى منحه صداقه. هذيك تيشد الرئيس هو الامين هذا يجيبوا فاكتوراتها ودوزوا يصرفوها. قلنا اللي بغى الجمعيه ما يجيش الرئيس، خاص يدار واحد دفتر تحملات، تعمروا الجمعيه، فهمتيني، على اساس تعمروا الجمعيه ودير المشروع تاعها علاش طالبه المنحه والاهداف تاعو واش غتسيب لي والنتائج متوخات. ونهار يجي ماشي نعطيها عليه، خاص يجي المكتب ماشي على الرئيس. الا كتنشوفوا جا المكتب كله تيدافع على ذاك المشروع ويقدموا لينا قدامنا، يقدموا اللجنه قدام اللجنه، اسيدي كاين الوقت. حنا السميه الجمعيه الا درنا هذا الشيء غادي تدفعها 50 ولا 40 على يقين، ولا طبق هذا النظام تاع 40 اللي غتدفع. حيت ما كاين اللي غيبغي يعمر ويعمروا ليه وحدين اخرين، ولكن ما عندوش الجرأه باش يبريزونتي قدام اللجنه، يبريزونتي لهم المشروع ويمونتي المشروع. حتى الا كانوا مونطيين ما يقدش يبريزونتيه. ها ما رجعوا لها دابا ولكن ما مكمليناش. داروا بانه دفتر التحملات مابقاش الجهه ولا يجي يدفع في العمليه يفك اش بغيتي، ولكن تتبقى نفس تاع باك صاحبي. كاينه باك صاحبي دابا نفس هذا باقا، هذيك اللي خاصها تحيد. لا بقى مشكل كبير. هو مشكل كبير لاقيناه حنا في مجلس المدينه دابا، حيت مجلس المدينه ما تياخذش. حيت نهار مشينا ندفعوا الدوسي تاعنا الموظفين كاع وقال لك شوف بغيتو المعقول هذه الجمعيه ماشي خاصها تاخذ منحه، خاص المدينه المسؤولين عيطوا عليه بركم بحال نهار دفعنا المجلس. قال لك حنا بارك تنشدوا الملف، قال لك تنبقاو نخسروا التليفونات نعيطوا على الجامع وراس الجمعيه باش يصح وجيبين لهم مونطين لهم حنا، وما خدنا والو، ما عطاونا والو. هنا فين غنتقلوا المحور الثاني هو الدعم. بزاف ديال الناس كيأسسوا جمعيات قبل ما يأسس عنده واحد الخلفيه ديال ان راه كاين الدعم هنا كاين هنا غتاخذ من عند هذا واش هاد المسألة واش كاين شي دعم نيت فعلا للجمعيات اللي كيشجع العمل الجمعوي او لا غير ما كاين والو؟ هو تيشجع الريع الجمعوي. علاش؟ حيت اللي تلقى دابا 90% تاع الجمعيات اللي خداو دابا المنحه ما خدموش بها الانشطه تاعهم. كاين فيهم 50% عاطي منها 20% لهذاك اللي عطاه المنحه تيفرضوها عليهم. يعني هنا كيضرب ضرب كل المبادئ ديال العمل الجمعوي. كاينين تيقول لي غادي نجيب لك المنحه وتعطيني منها القد والقد ليا انا، وشوف شحال من جمعيه جاب لها، هادو منتخبين في المدينه وما كاينش مراقبه نهائيا. شوف كل شيء واضح وبين، كل شيء واضح وبين. شوف الجمعيه تاخذ الا بغاو يحاسبوها راه سهله. العام الجاي غندفع، اعطيني التقرير تاعك المالي. انا خصهم يعرفوا من غيعطيو بعدا. غادي نقولوا عطيتي، قلنا غادي نتعاونوا نشجعوا جمعيه جديده، عطيناها، ولكن العام الجاي ما نعطيهاش. اش درتي في ارض الواقع؟
ماشي جيب لي انا تقرير كثير درنا كتبت شي تقرير وعندي عز ولا عندي لا، انا غادي نشوف التقارير تاع السلطه المحليه، انا غنعطي منحه تنصيت السلطه راه شريك. ولكن السلطه واش عندنا شي معيار اللي طبيعه الحال شوف السلطه تعرف كل جمعيه اللي خدام واللي ما خداماش، السلطه تعطيك اللي خدام واللي ما خدامش، حيت ما يمكن السلطه غادي تزيد في النفوذ تاع رجل السلطه في النفوذ تاعك غدير نشاط وما عرفوش هذاك القيد ولا رئيس دائره ولا المقدم ولا هذا. تعرفوا الجمعيه الموسميه، الجمعيه اللي تخدم انتخابات، اللي تخدم مع المنحه، اللي على الاوراق، الجمعيه العائليه هذو راه ولاو لا كاينين الرئيس الاب الام امينه الدري الكاتب وهي حدث ولا حرج، هذو كاينين هذو موجود الحمد لله. دابا منعهم راه كاين في الجهه مانعين، الجمعيه العائليه ما تستافدش، يعني كانت العائله ما تستافدش. المدينه كاين حديت هذوك عطيه هذوك عسير ديروا جي خذ ثلاث الجمعيات تعطيوك السيبه كاينه في نفس المدينه. ولكن واحد المساله اللي كنلاحظوا بان الوقت اللي غيتعلن على الوقت اللي كيكونوا فيه المنح ما كيكونش معروف. اغلبيه الجمعيات لا هو ماشي شوف الجمعيه تعرف الجمعيه تتعرف الوقت المنحه، الا كانت ناعسه تنجي انا نقول لك انت لو بغيتي حاجه خاصك تقلب عليها، ما نلومهمش عاوتاني نقول لك هما خازنين علينا، هما تيعلقوا إشهار قانون. شوف هما تيديروا اللي عليهم تيشهروا هذاك تما في مجلس العماله ولا الجهه المدينه تيعلق لك انت جمعيه راه ما خاصكش تبقى ناعس، خاصك تتحرك ولا ما كنتوش تحركوا راه ما يمكنش غادي تكون من غير الدعم. كنعرفوا اي جمعيه اي يعني شركه جمعيه اي عمل كتبغي ديروا الا عنده عراقيل كتلقى مشاكل عراقيل. اهم العراقيل اللي واجهت الجمعيه ديالكم؟ اهم العراقيل ما نقولش لك انا السلطه ولا نقول لك هذا ولا نقول لك هذا. العراقيل اللي عندنا ما عندناش عراقيل الحمد لله متحدينهم، حيت نقول كيف قلت لك وتنفتخروا بها. الجمعيه تاعنا مشات طالعه درجه بدرجه الحمد لله تنديروا المنطقه حنا اللي حركناها. جمعيه الوحده حركات الجمعيات كانوا ناعسين، هذا الشيء علاش كاين جمعيات مديرين لنا العين العقرب دابا حيت باغيين نبقاو ناعسين باش هما يبقاو ناعسين. صعدنا تنديروا واحد العمل ملي تنشوفوا داروا سويفي واحد الجمعيات تا هما بغاو يديروا تنصعدوا، يعني حركنا المنطقه العمل الجمعوي في المنطقه في صالح المنطقه هو صالح المنطقه وصالح في شي وحدين مرغمين. هذا ماشي في صالح الناس اللي انتهازيين المصلحه الخاصه، لان هما دابا تمشي نلقاو معاهم حنا ماشي مشاكل تاعنا، هما تيبغيو يخرقوا لنا المشاكل. يعني ملي تنقولوا روض اطفال جمعيه جات تبنى واحد الروضه في اطار المبادره الوطنيه في واحد الكارتي، انت كجمعيه جيتي انت كجمعيه دابا منافسه تاعي لقيتيني انا غندير روض في واحد المنطقه محرومه من الروض غيستافد 60 طفل والطفل. اش مشكل؟ لا اشنو المشكل عندك انت الا درت انا الروض؟ والو. ولكن الا عرضتيني هنا كاين مشكل، عندك مشكل خاص غدر انت ماشي انا، عندك انت غدر ربما انت غادي ما بغيتينيش انا نجي نخدم واحد العمل اللي غادي يهز الصوره تاع الجمعيه او عندك اهداف خاصه. هذا هو لقينا يعني في المشروع الاول لقينا سامحهم الله واحد الجمعيه ولا واحد مجموعه كيف تنقولوا البياضق تاع العمل الجمعوي الدارجه ما نذكرش انا تنعرفوا واش نقولوا هذا، يعني واحد جمعيات نائمه موسميه. حنا ما تنشغلوش باش نجي ندفن الميت انا ولا شي حاجه، انا ما خداش باش ندفن الميت، ما عمرنا ما سمعنا في المغرب شي ميت بقى ما تدفنش باش نبدا نتخاطف عليه ندفنوه ولا هذاك. حنا جمعيه اجتماعيه هادفه تنمويه تنخدموا المواطن هو حي ماشي تيموت ونمشيو نجريو. تيموت راه كاينه جماعه اللي كتكلم شوف المواطن لا مات كاين مصالح تاع لجان كاين مقدم، حتى ما جاوكش الجامعه ما بغاتش تعطيك راه مقدم تيستيفو لقيت تيجيب لك لومبيلونس. يعني محتاج انا غنجي انا درت الخير انا تندير الخير، انا ما درتش شي خير ما عمري ما تنقولش ندير الخير. اللي درت الخير تاعي فلوسي ابار، اما بجمعيه ما تنقولش ندير الخير. ماشي انا عمل تطوعي هذاك واحد الامانه تنوصلها، ماشي انا درت الخير، درت مشروع ماشي انا درته انا ساهمت فيه. وهذاك المشروع اللي درت الا ما كانتش الرغبه تاع الناس اللي باغينه راه ما غينجحش. دونك ملي تندير مشروع تينجح شكون ينجحوا الناس اللي باغيين واخا يضلوا يزمروا هذوك. حنا جايين في جمعيه حنا القافله تسير والكلاب تنبح، هذا الشعار هذا هو اللي مطبقينه حنا. والحمد لله دابا دخلنا كيف قلتي في مشاريع تاعنا نجحناهم
اللي طاب المرحله الاخرى تاعنا، ماشي الاخرى نقولوا، يعني اللي غادي ندخلوا بها. نتمناو ندخلوا جمعيه وطنيه، نعودوا حنا وطنيه بحال الجمعيات، تسمى جمعيه افاق، جمعيه هذا ان شاء الله كاينه. غادي عندنا واحد، شوف حاطين حنا واحد استراتيجيه تاعنا. ما يمكنش نجي نقول لك نطلع للتروازيام انا السفلي، ما خاصني كيفاش نطلع للبروميير، ماشي غنطلع للبروميير، شنو خاصني ندير باش نطلع للبروميير. تنطلع للبروميير شنو غادي ندير باش نحافظ على البروميير، ماشي باش نطلع للدوزيام. مي تنحافظ على البروميير ساس، عاد باش نقولوا دابا عندنا واحد اللي طمي، ميمكنش لينا نبقاو نطلعوا للدوزيام وغادا ونحافظ. دابا البروجي تاعنا ان شاء الله اللي هو في طور الانجاز، هو اول مره يعني مع لحد الساعه باقي حتى واحده ديال نسخه جات من الطباعه للتصحيح، لكم الشرف باش تعرفوها. ان شاء الله تكون بادره في عين السبع، وماشي في عين السبع حتى في كازا، باش جمعيه محليه غتكون تاخذ هذه البادره. ما كايناش، مش ما عمري ما سمعت انا في كازا. حتى راه كانوا جمعيات خداو في اطار المبادره، منهم جمعيه فضاء الشباب الاصيل في 2006 خدات مشروع باش تخرج جريده. ليومنا هذا شاده لك واحد البيت مكتب في دار الشباب، ساده ما كاين حتى داك الشيء للدار الرئيس، دا كل شيء كتبنا وما خرج حتى جريده لا والو، واخد دعم واخد كل شيء الماتريال تيخدم. وتنجيو نتحداو وتيتضامنوا مع هذه الجمعيات اللي قلت لك. علاش نتضامن مع واحد انا كسول، واحد خاول الفلوس تاع المبادره، خاول الامانه، ما خرج الجريده. حتى يسالنا الشرف باش تكون جمعيه الوحده تخرج مجله تاعها، والعدد الاول هو هذا ان شاء الله. الغلاف تاعو العدد الاول يحتوي على مجموعه من الصور اكثر. علاش؟ حيت دارت الانشطه تاعها من 2006 حتى 2014 زائد الصفحه الاخرى الانشطه المشاريع تاع في اطار المبادره الوطنيه التنميه. وخرجت بشهر ماي بمناسبه عيد ميلاد ولي العهد، يعني كانت تهنئه تاعي هي الاولى. غتكون الصفحه نتوما كشفنا لكم السر تاعنا. دابا هو هنا درنا تعريف بالجمعيه، المحضر تاعنا هذا. القانون الاساسي غيكون هنا الصفحه الثالثه الرابعه. هنا الشركاء تاعنا كيف تتشوف اللي قلت لك، المبادره مقاطعه عين السبع، مجلس الجهه، مجلس العماله التعاون الوطني، وجمعيه مجلس الفنون، وجمعيه شباب دربنا. هادو الشركاء الرئيسيين تاع الجمعيه، فيهم ممولين وفيهم الشركاء يعني اللي تيساندوا الجمعيه وعطاو الدعم باش وصلات لهادشي. هذا باش غادي ناخذوا الصفحه الاخرى الاهداف تاع الجمعيه. هادو هما الانشطه بليزافيش اللي درنا كلهم اللي كانوا درنا. هنا تلقى في الصفحه 2007 الانشطه تاع 2007. الصفحه المواليه الانشطه تاع 2008. انشطه 2009 يعني مختصر كان 2010 2011 2012 2013 2014 اللي كانت غنيه. عندنا غنيه الانشطه، يعني مشى اشعاعي فاقت اشاعيه. يعني يحكي الانشطه اللي حضرت فيها وزير الصناعه التقليديه، حطوا فيها مسؤولين من الجهه. يعني ما تنديروش نشاط، حنا النشاط الا ما حضرتش فيه، الا ما حضرتش فيه فوق 300 ما تتسماش نشاط عندنا. حنا تنديروا نشاط اشاعي، تنحطوا 500 كرسي وتعمر وتبقى الواقع. يعني كاينه واحد الثقه ما بينكم وما بين الناس. ما تنحطوش 50 كرسي وتنقولوا راه درنا واحد النشاط فرقعنا نشاط، لا، تنحطوا 500 كرسي باش نعرفوا ريوسنا واش كاينين ولا ما كاينينش. وملي تنجيو تلقاو الناس واقفين والكرسي عامرين، تنعرفوا ريوسنا اش تنسووا في المنطقه. هذاك هو هذا اش كيجسد بان كاين واحد التواصل ما بينكم وما بين الساكنه. يعني اي حاجه كديروها. وهذا الشيء بيكتب لك علاش كاين بان شي جمعيات منافسات نايدين لينا، يعني باغيين يحطمونا. علاش؟ لانه هذا الشيء تتبان لهم القوه تاع الجمعيه. ملي كيكون شي واحد ناجح هذه راه حاجه طبيعيه. هذه ضريبه النجاح. هنا تاع 2014 اللي كانت عندنا مائده الرحمن في النسخه الاولى، واللي سمعنا عليها الويل من طرف شي جمعيات. هذا ما حقنا نديروا اللي بغينا في اي وقت. احنا بحال البادره ما كان عمرها ما دارت في اقامه الاصيل. لا، ماشي في اقامه الاصيل. هاد مائده الرحمن ما عمرها ما دارت في كازا كلها بهذا الشكل اللي دارت، لدرجه بان حتى الجمعيات ما سكتوش عليها. تصاب راسو جاي الريستورو حتى هذاك الصايم
بارك في ريستورون كانت الزياره لها كانت عنده تيجي بطابل كومبلي، الاكل مستوى هذاك، عنده الشاشه 55 عيار 55 تتفرج في الشاشه، يعني بحال بارك في دارو مرتاح. احنا ما كناش غندخلوا في مائده الرحمن ونبدا نديروا واحد مائده الرحمن يجي واحد نعطيه كاس قهوه حليب حشومه، خاصو يجي يرتاح عندي. نهار عرفنا عندنا امكانيات احنا يعني دخلتوا الغمار ديالها، يعني النسخه الثانيه في 2015 هي هذه عندنا ان شاء الله تنطمحوا باش تكون اكثر. كنا سيبلنا 120 دابا عندنا 140 غنسيبليو 140 وما تنداوهاش حتى تكون عندنا الميزانيه تاعها، ماشي تنديروا الصينيه على الحوانات ولا ندوروا ولا تنمشيو وندقوا. نتحداك شي واحد يجي يقول لك راه شريك ساهم معنا، ولا شي واحد شي سياسي ولا منتخب ولا شركه ولا شي واحد مول معنا، بسم الله حنا واجدين، حنا تنمولوا. نقولوا بان الجمعيه هي يمكن وحتى دابا حنا عند كاينه 2015 وما بديناش النهار الاول. علاش؟ حيت تبركنا وقادينا على الميزانيه تاعها اللي غنقدوا لها، اللي غنحطها حتى تحطات عاد واش غادي ماري غدا ان شاء الله. غدا الديماري غدا الافتتاح تاعها كيف قلنا باش نكملوا. كاينه الصفحه الاخيره تلقاو فيها ان شاء الله المشروع تاع 2014 تاع تجهيز فضاء الشباب روض الاطفال، والمشروع تاع 2015 تاع تجهيز فضاء الشباب الاصيل بمعدة نشيط. وباش تفهم اسم المشروع ما تنديرش تجهيز جمعيه الوحده كيف تيديروا الجمعيات. المشروع تاعنا ما تيديرش تجهيز جمعيه او مشروع الجمعيه، تجهيز فضاء الشباب، يعني خاصنا تجهيزات في ملك دار الشباب، ماشي بحال شي جمعيات تيدير مشروع ليه ماشي واحد الاحتكار، تيدير المشروع تاعو تاع الجمعيه وتيديرو تيبقى هو. حنا نخرجوا من دار الشباب هذا غيبقى في دار الشباب، يعني هاد 222,000 درهم 72,000 درهم يعني 27 مليون ونص باش درنا المشروع غتبقى في دار الشباب. المشروع الثاني 23 مليون و400 4,000 درهم غتبقى في دار الشباب. هذا هو الجمعيات كامله اللي كتنتمي للفضاء الاصيل، يعني كلها من حقها انها تستافد منه، كلها تستافد منه، كلها وتا الجمعيات تاع المنطقه اللي جا غيستافد منه. راه كاين عندنا في الكالفا بانه هذا غادي نسيبليو الجمعيات. علاش؟ حيت لقينا المشكل في الجمعيات. باش نكمل لك الصفحه الاخرى بمناسبه المبادره الوطنيه للتنميه في 2000 في شهر 5 وخرجت هذه، درنا التهنئه تاعنا حنا هنايا باش يكون العدد. وكيف تنقول هذا هو القوه تاع العمل الجمعوي، باش تكون عندك مجله تاعك راه كتعود كاين، كتكون عندك واحد الوقت. حيت باش غندير انا واحد النشاط حيت تيتمناوهم جمعيات، تتنوض الجمعيات تمشي لواحد الحي تيجي يطلب منا واحد الحاجه تمشيو نخدموها معاهم مع اللي يديروا التكميل. تيجي واحد سمسار تاع انتخابات جمعوي سمسار تيجي يقول لهم راه انا اللي درت. حنا لا بقيناش نخدموا بهذا، حنا اي حاجه غنسيبها عندنا هنا غنحطوا شهريا غنحطوا المشاكل هنا وغنخدموا عليهم، والساكنه تتعرف شكون اللي خدم على ذاك المشروع. غير واحد السؤال، العديد من الجمعيات كيتشكاو من المسطره المعقده ديال الاندراج، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. نتوما كجمعيه كيفاش كتبان لكم هذه المسطره هذه؟ شوف باش نقول لك، كنت نائب رئيس اللجنه المحليه وكنت نقول انا بحالك كاين انا تنقولها، وكنت من الناس اللي تيعارضوا بزاف في هادشي، يعني كنت صارم في هادشي، وكنت نقول كاين عراقيل وكاين كلشي. ولكن مني خرجت منها استقلت منها ودفعت انا مشروع في اطار عمل جمعوي، مرة باين راه قلتها لك 2.5 ساليت المشروع. فين هاد العراقيل؟ اسمح لي، ماشي العراقيل، ضعف التكوين تاع الجمعيات، ضعف التكوين تاع الجمعيات في هذا الميدان هو الاهم. وملي تنجي انا تيقول لك لجنه محليه ولا اقليميه راه حطات لك الكالفا، حطات لك اش غتجيب، هي راه مشغولاش باش تجيب التقرير المالي. واش كيكونوا دورات تكوين؟ شوف الا بغيتي تعرف تمشي تسول. ما عمرنا ما حطينا، من حطينا الضمون تاعها تيقول لك انت راه عندك خبير في هذا الشيء، بحال انت راه فايت 10 سنين وانت خدام في المبادره. سولنا اشنو تيطلب، مشينا ستادي تاع الاندياج، انا خدت اش يطلب في المبادره، اشنو كاين وقريته وجدته. يعني مشيت شتيت اشنو مطلوب مني الا دخلت المشروع تاع المبادره، اشنو خاصني نوجد. كنت جمعيه قائمه الذات عندها عام، الاعضاء نشيطين، جمعيه نشيطه هادفيه، تصيب لي واحد الحي، قابليه المشروع، دايره تشخيص، التقرير المالي تاعها صافي كاين،
عندها التقرير الادبي تاعها، عندنا التقرير تاع الانشطه تاعها، والتقرير المالي تاع السنه الجايه، والتقرير الادبي تاع التقرير الادبي والمالي كنشاهد ان العديد من الجمعيات كيخدموا واحد العشوائيه كبيره في هذا التقرير الادبي. كوبي كولي تيديروا، لان اللي لقينا كنلقاو عندك كوبي كولي كتكون في التقارير الادبي والمالي وفي لي ستاتيو تما ستاتيو تاع الجمعيه. ولينا كنلقاو اغلبيه الجمعيات ما غنعموش نفس الاهداف، نفس الوسائل، نفس الاستراتيجيه. واش العماله ما عندهاش شي تدخل في هذا لا شوف هذاك الشيء بعيد على العماله وبعيد، اكيد شوف كاين ظاهر منظم لهذاك الشيء، راه ماشي هو مشرع هو اللي خاصو يبدل اللي عنده. دابا العماله بعيد، العماله بعيده. علاش نيت تقول لك الا حطيتي ليا هي تتمثل الداخليه، تتصرف تحترم هذاك اش يقول العم بغا دير جمعيه، اش خاصك تحترم، شحال انت محتار، هي مشغولاش في هذاك الشيء اللي تحط، فهمتيني؟ ما يكونش خارج على القانون وصافي. الاهداف تاعك والاهداف تاعك تتعامل في القانون الاساسي، ما خاصكش تخرج عليهم في العمل الجمعوي تاعك. هي ما شوف ما عندهاش السلطه على كل تتحكم فيك ولا تضيق لك الحريه تاعك، تسمى هذاك تضييق الحريات، ما عندهاش الحق. هي باش تقول لك لا ما دير، علاش هذا كاين عند فلان وفلان، لا هذيك شي حريه تاعك. ولكن هنا خاص تكون شي لجنه على صعيد كل العماله، يعني بغيت تكون جمعيه خاص قبل ما تكون نعطروا هذاك السيد نجيبوه راه فوالا، ولا حتى لا تكون الجمعيه خاص المواكبه، المواكبه بانه كيفاش يشوف التسيير تاع الجمعيه، كيفاش التسيير المالي والادبي، وراك رئيس ورئيس ما عرفتش فين يدخل ويخرج. الاغلبيه كاين اللي كتلقى غير مدفوع محطوط جمعيه محطوطه، سير دير جمعيه هرس لي هذا الحي. كاين دابا منتخبون تيجيب لك جمعيه تيقول لي انا شتت لي هذا الحي، انا هذا الحي منظم انا بغيتك تشتو. جمعيه تدخل فر ويدير جمعيه اخرى ويقول لهم بجوجكم باش تشتت، حيت كاين اللي ما صالحوش هذيك التلاحم. وقليل بعدا فين بقينا دابا في هذا الوقت ديالنا، قليل فين بقينا كنلقاو ان الجمعيات كيكونوا كتال يعني اي حي دابا ما نعممش، ولكن اي حي دابا كتدخل ليه والا كتلقى تنافس ما بين الجمعيه وهذه الجمعيه، هذه كتضرب في هذه وهذه كتضرب في الاخرى. شوف هي ما كاينش تنافس شريف، ملي تنجيو تلقاهم تنافس اخر تحت الطاوله، يعني كون كانوا يتنافسوا على الحي ما عمرك ما تلقاهم خاصمين. انا غيفكروا في المصلحه العامه، غنبركوا هي زين بغينا الحي، لا جينا المعقول، سيدي هذا الحي حنا خدامين في كل شيء. انت شنو الاختصاص تاعك؟ الفن، انت الرياضه، انت السوسيال، انت شنو اش عندك؟ انت اش عندك؟ المسرح، انت اجي اخويا حنا شحال حنا غنكونوا في هذاك الحي متنافسين 5، حيت ما عمرك الحي ما تلقاه كله، تلقى وحدين اللي هما واحد الحماس، تلقى 3 4 هذه الجمعيه ديال سيدي بسم الله خويا. علاش غنديروا عندنا 3 جمعيات ربي؟ انا ما نطفل على اختصاص وانت اختصاص، غنديروا جمعيه فنيه رياضيه ثقافيه اجتماعيه ترفيهيه، يلا 5 الجمعيات عندنا ونشتغلوا يد وحده. هذه راه مصلحه اي حي. هذه حنا اللي تندافعوا على دابا، هذه اللي بغيناها تكون. يعني الا كانت عندنا قوه اقتراحيه كيف تقول قانون جديد، الا كنا حتى حنا دخلونا معهم باش نكونوا هذاك، حنا هذا هو المقترح تاعنا، هو انه التامسوا من الجمعيات اللي كاين في حي واحد يتلاحموا ويتضامنوا ويأسسوا اما جمعيه وحده ويديروا لجان ويتقسموا بيناتهم لجان، او يديروا جمعيات 5 ولا 4 على حسب هما اش عندهم. كانوا 2 ولا 3 عندهم ولايات رياضيه فنيه ثقافيه، يديروا 3 ثقافيه فنيه وتيبقاو يشتغلوا بيناتهم. انا تكون عندي انا رياضي راني محتاج الثقافي، علاش؟ حيت غيجي ينشط لي هذاك العرس الرياضي. فهمتيني؟ جمع اجتماعي انا غنمشي للرياض نعاونو، غنكونوا نخدموا يد وحده وفي حي واحد، وانا ما غادي نضربك حتى ما تضربني، ولا الاخر شكون اللي غيستافد؟ المواطن. حيت في الاخر حنا شي انا يجي منافس تاعي كاينين دابا في المنطقه فين تنشتغلوا، ما تنحبس حتى واحد، ما تنكسب حتى واحد، ما عمرني ما كتبت شي واحد. بما نكسب نكسب بالشفار، نقول لك الشفار اللي تنحب تحبسوا، انا نقول لك الشفار هذا هو الشيء اللي خطا تنتعاونوا معاه. انا اللي ما نحطش يدي فيه في يدو هو الشفار اللي تيخون الامانه، تيدي المال العام. والحمد لله وقفنا كجمعيه هذا وحبسنا ماشي، وكاين جمعيات اللي تعاوننا معاهم
وتيجيو للحي فين حنا وما تنحبسوهمش، تيديروا النشاط علاش؟ حيت كلها يستافد. راه الحي تاعي يعني الحي هو اللي كيستافد، يعني نتوما كجمعيه نقدر نقول وتاخذها لها بالفكاهه كاع. خليناهم داروا، جاو خلقوا جمعيات وهميه عندنا وبداو يديروا الانشطه، واثنين تسمحوا الناس يهنيوها شكرا على ذاك النشاط اللي درتو. راه ماشي انا يديروا جمعيه الواحد دايره هذيك الجمعيه، ولكن بحكم حنا ترسخنا في هذاك الحي ولاو عارفين اي حاجه دارت في هذاك الحي راه جمعيه. الحي صغير ماشي شي حاجه، راه 1200 كبير الحي، 1200 بارتما، والاحياء المجاوره راه حنا مسيبليش هذاك الحي. راه هذاك الحي يعني الحي اللي فيه حنا عطينا واحد النموذج ماشي في العمل الجمعوي، راه في التسيير. خلقنا سانديك اول تجربه في عين السبع، وباحترافيه خلقنا السانديك في الحي اللي فيه حنا، ونجحنا في التجربه وتعمات، وكاع الاحياء اللي تخلقوا من بعدنا جاو خداو التجربه مع عندنا وتعاوننا معاهم باش داروا السانديك. يعني هذه التجربه كتبقى مايد ان وحده، ماشي الوحده، مايد ان اقامه الاصيل ماشي تا الصوتي، الاصيل نمشيو للواقع الجمعوي بعين السبع. السؤال اللي كيتبغى ندير، واش المجتمع المدني مؤهل يعني لو ميم نيفو مع الجمعيات، او لا الجمعيات شويه فايتين المجتمع المدني؟ فين كاين، واش كاين شي خلل او لا بجوج بحال بحال؟ هو التسيب اللي كاين ماشي في الجمعيات، ماشي الجمعيات اللي دايرين راسها جمعيات، المواطنين اللي دايروا. حيت المواطن عاطي فرصه، عطاهم فرصه، داير عين ميكا وساكت، تيقول واه خليه يخدم، والله يهديهم ودابا يتقادوا وانا مالي. يعني عطى فرصه لهذوك الناس تيديروا ما بغاو. وسيرتو في عين السبع لاحظت هذا، كاين جمعيات سبحان الله ما تيشتغل والو، وما لا نشاط ولا جوج ولا ما عنده حتى شي حي، ما مسيب لي حتى شي حي. وتا هو تيقول لك انا كاين في المنطقه وانا في عين السبع عندي كلمتي وانا نوقف عين السبع. راه درجه كاين جمعيه تيقول لك انا نوقف عين السبع، كاين اللي تيقول لك انا عندي 700 جمعيه. سيدي 700 جمعيه انت سيدي راه وليتي صافي، انت راه وليتي عمده. تيقول لك انا عندي 700 جمعيه في الائتلاف تاعي. ايوا راه حنا جيو عين السبع. المساله ديال الائتلافات والكونفدراليات والفيدراليات شفناهم يعني وعين السبع راه فيها جمعيه 700 جمعيه. تيقول لك انا عندي 700 صافي، عاجيت عطيتو بورطابل دار لي كاشي راه صافي معايا. عاجيت عطيتو هكا دير كاشي، بغى ياخذ حاجه من عند الجمعيه تعطيه دير لي كاشي هنا، دير لي كاشي هكا بورطابل هكا هادي هكا قفه هكا هذا هكا ندور مع 4000 ريال دير لي كاشي صافي 400. راه بالحضور الاجتماعات راه تنشوف. شوف الائتلاف الجمعوي كنا اسسناه والحضور تاعو وازن، اسسناه وازن، يعني اللي حاضرين رؤساء الجمعيات 61، ما نقولوش 601، 61 ورؤساء الجمعيات. وعلاش ما بدينا به وعلاش ما كملش؟ حيت بغاو كاين شي اعضاء ومنخرطين تما الجمعيات ما تيشتغلوا، باغيين على الرئيس يشتغل. انا نشتغل، جمعيه الوحده تشتغل بوحدها في هذاك الائتلاف، دير نشاط الائتلاف غنديرو حنا. ما يمكنش انا تنجتمعوا تنقولوا غنديروا هذا النشاط، ما تنجيو ما تلقاش تنحبس. الا ما جاوش بالفعل الوحده خدامه، الائتلاف ما خدامش. ما يمكنش انا نخدم باسميه الائتلاف وكاين على الوحده. لا كاين جمعيات بزاف كاينين خاصهم يشاركوا في. دونك هو كاين كيف تنقولوا الائتلاف كاين كباقي الجمعيات راه كاين، ولكن هادي مكالمين لا نشاط لا جوج. من ناحيه الانشطه واش ما كنشوفش ان جميع الجمعيات ولاو كيديروا بعض الانشطه اللي هي تقليديه؟ يعني ما بقيناش كنشوف داك الرقي نمشيو مع التكنولوجيا اللي ولات نمشيو، بالعكس ولينا هاك انت اش نقول لك، يعني ولاو شي انشطه اللي دارتو هذه كديروا هذه. وباقي واحد النوع بعض الجمعيات كيحتقروا المواطن. هنا كما قلتي لنا في التدخل ديالك بان المواطن كيتحمل المسؤوليه ديال هذه المساله هذه، لانه هو اللي مخلي ليه الطريق. واش ما كتشوفش ان يعني الجمعيات طيحوا بالنيفو ديال الشعب المغربي او ديال المواطن المغربي؟ شوف نقول لك، در السلطان كاين العمل الجمعوي، سباته كاين العمل الجمعوي، المدينه قديمه كاين العمل الجمعوي، انفا كاين العمل الجمعوي. المشكل عندنا في عين السبع جمعيات تاع عين السبع اللي تناشد ونطلب منهم باش يعاودوا يراجعوا الاوراق تاعهم، لانهم حشومه باش نقولوا
كاين جمعيات معروفين وتيخدموا موسميين، يعني ما كاين لا نشاط، لا ماشي تنقول لك انشطه، ما كاينش شي وقع، ما داروش شي مشروع، شي لمسه، تنقول شي نشاط اللي عنده وقع. كاين جمعيات اللي تيخدموا بطرق خفيه، هما بالنسبه لعين السبع تيقول لك راه جمعيه، ولكن هي راه والو. تيحط لك شكون كاين. شوف كاين تلاعب بزاف، كاين طريقه جديده ولات تيجي. انا معروف صوتي مثلا معروف، الا مشيت درت رئيس الجمعيه معروف، لا ما نديرش، تنجيب السي حسن ما معروفش هو رئيس الجمعيه وانا امين. علاش؟ باش ما بقاش مسيبلين عليا انا رئيس الجمعيه، ما تتسيبلاش. شكون هذيك الجمعيه تعمل حسن؟ شكون هذاك؟ وين انت هذيك الجمعيه حسن ما فيهاش فلان. كون كان فيها تال فلان اللي معروف السميه، شي سميه معروفه، تبقى مسيبليه لا من المجتمع المدني، لا من الناس، لا من الشركاء، لا من اي واحد. يعني تيجيو تيديروا الجمعيه وتيبقوا خدامين اهداف خاصه، كاين على المصالح خاصه، عمر تجيب قسم طرق سد باش تجي داروا شي حاجه في عين السبع، راه ما داروا والو. ما كيشوف. نتحداك شي جمعيه في عين السبع تنقولها بان دارت شي حاجه اللي عطات فائده في عين السبع ووقف في عين السبع. كاين الجمعيه اللي بغات تخدم ينوضوا الاخرين باغيين يهرسوها، ولا ينوضوا يمشيو تعاونوا مع التعاون الوطني يمشيو يحيحوا التعاون الوطني. وحتى حنا شوف هما تيشوفوا جمعيه دارت حاجه، حتى حنا داروا بحال شكل بوكاديو. مني بدا حل بوكاديو تيلي بوتيك راه هادشي اللي واقع في عين السبع. ولكن واش عين السبع ما قدروش انهم ياخذوا التجارب مثلا كما ذكرتي ديال درب السلطان، ديال سباته، ديال اونفا؟ انا عاشرت الناس ديال اونفا لا علاقه لهم بعين السبع. لا علاقه لا في الجمعيات. شوف لا علاقه، تنعرفهم كلهم، يعني عندي معهم علاقات. نضج كبير. اشنو اللي ناقص عين السبع؟ انا اونفا خاص هذوك رؤساء الجمعيات يتحاسبوا، المواطنين هون. ما بقاوش نقولوا حنا عن مسؤولين هما اللي حاسبوا. واش مسالين لينا؟ واش مسالين؟ مسؤول مالو؟ مسؤول تيقول لك انا انت درتي، انت هذيك جاتي يمثلك هذاك رئيس الجمعيه، انا ما عنديش حق نحيدو. راه يجي مسؤول تيقول لك كان موظف عندي الحق نحيدو انا في الاداره، نحيدو لك لا تشكيتي منه. تشكى من الجمعيه راه ما نحيدهاش انا، راه الحي تاعك. نتوما اللي خاصكم ديروا جمع عام وتحيدوا ذاك الرئيس تحاسبوه وحنا معاكم مازال كسلطه. واسمح لي نتوما كمواطن عندك الجمعيه ديالو تقول ما دارت لينا والو مخليها، تيجي جامع العام تلقى نفس المكتب فيك انتو. يعني ما كاينش واحد القوه تاع المواطن، ماشي قوه المواطن في عين السبع. اش نقول لك؟ ما عرفتوش واش هلكوا هاد الناس او وفقد الثقه في عمل الجمعيه. انا تنسمع وتنشوف مزيان، لان بين واضح. تشوف رئيس الجمعيه جاي باغي يعمر الجيب، باغي ياخذ. واش كاين هادي؟ تجي مثلا في الجمعيات تبغوا نتعاونوا معاهم، تيجيو اياه غادي نخدموا معكم، تيبرك معك السيمانه الثانيه تيجبد لك الجيب فلوس. واش كاين؟ واش غادي الفلوس؟ واش كاين شي فلوس في هادشي؟ تيهضر معك بهالكلمه. واش كاين شي فلوس في هذاك الشيء؟ ما تنجاوبش. شوف ما تنجاوبش انا في هادي، ما تنجاوبش بحكم كلمه طيبه، ما تنجاوبش. اش ندير؟ تنسد تدي شي حاجه اخرى، ما تنتعاملش مع ديك الجمعيه. لدرجه اننا التقينا مع ناس يلاه تاسست الجمعيه، نعم، واول حاجه كنا بركنا معاهم، اول حاجه كيناقشها هي الفلوس. واش كاين شي فلوس فهادشي؟ واش غادي غادي ندفع المنحه نمشي نشري منين؟ انت اصلا باقي ما عطيتيش باش تاخذ، باقي ما عندك استراتيجيه. واش انت خاصك تعطي باش تاخذ؟ راه الجمعيه ممنوع تاخذ. لا راه عمل تطوعي. لا ما تاخذش، راه ماشي باش تنعطينا باش ناخذ. الجمعيه راه ماشي عمل تطوعي، راه ماشي ربحيه. راه ما تنسيش باش ناخذ. لا هذا راه ناخذ. انا هو لا ماشي لك انت، وعليه هو اللي تيقول لك شوف انا تنعطي عمل تطوعي. ملي تنوقف وقفت راه ما تنعطي على قد اللي عندي، حيت تنطوع باش ندير واحد الحاجه اللي غنقد نديرها. ماشي نطوع ندير حاجه اكبر مني ونوقف واك عباد الله هاد الناس ما عاونونيش. شكون قال لك اخويا جي دير رئيس الجمعيه ولا شكون قال لك دير رئيس الجمعيه؟ شكون قال لك دخل باش تقول واك ما عاونونيش؟ هذا تسمع دابا. هو ما عاونتناش المقاطعه، ما عاونتناش العماله. واحد عاطينا مشروع في الاقليم يخداه، وكنت من المعارضين باش ياخذوا. تنتحداه تنقولها هو في عين السبع جمعيه، حيت ما مسيبليش المنطقه انتهازي من المعارضين. واخد مشروع 30 مليون 40،
ومن يخرج ليه مشروع تنتفاجئ. دابا واخدوش 3 سنين هذيك، ما عمر خاصهم يخرج النفوذ من قطاعات الاعمال تاع السبع، تلقاو تيكري هذاك الشيء في اونفا تيكرين، وملي كانوا تيطلبوا شي جمعيات هنا تيقولوا مخلصوني. هذا خاصو يمشي للحبس هذا. وتلقاه مؤخرا تلقاه في اليوتيوب ولا هذاك تيهضر تيقول لك ندير في شي برنامج في ميديا هذاك، تيجي داير مع استجواب تيقول لك انا العماله ما تتعاوناش، انا ما تندافعش على العماله، عندي مواقف من العماله في هذا وفي هذا وفي هذا، بزاف كاين زوين كاين الخايب كاين اللي تحس، ولكن تلقاه العماله ما عاوناتناش، مقاطعه ما عاوناتناش، سادين عينات مسؤولين. اش بغيتي ما عطوك؟ عاطينك مشروع واش بغيتي ما عطوك؟ ومخلينك ماشي عاطينك مشروع وعاطيك مشروع ومخلينك سيب تتبيع وتشري، درتي لاباس درتي ترفع غلاضيتي ذبحتي وجي دابا واش خاص هو عفو وانا غندير انا نوقف ويغوت. بالك انا وقفت تحديت وشحال مره تعاونت معاه ووقفنا حتى شي حوايج، ولكن لقيتو بلا بلا الكلام بلا بلا، الهضره على الهضره، لقيتو على الهضره بلا بلا. دونك ما بقيتش نساندو ونخدم معاه. علاش؟ حيت باغي عنده هذاك الشيء الربح مادي عنده بلا بلا وانتهازي وخاصو يتحاسب. وانا من الناس وراه معروف هذا الشيء، ما نسميش لك حيت لا بغيت نسمي خاصو يكون انا باش يدافع معروف. باغي يستولي على المركب تاع العربيه الزوليه. انا الدراري عندي وليدات انا نوقف انا اش توقف تظاهر السيبع اللي جاي يدير وقفه ولا تظاهر، هذه هو الهضر اللي عنده. غندير تظاهره هذا واش درتي لهاد المنطقه؟ هذه المنطقه الكارثه بانه كاين جمعيات اللي دايرين هذا الشيء وتيمشيو هما تيديروا الادمان وتيقول لك تنحارب الادمان، وهو تيدير يعطي باش يشري بنادم، تيعطيه باش يشري وتيقول لك انا جبت واحد هذا غنعتقو راه هو عاطيه باش يشري. يعني بحال هاد الحالات هادو راه شوف هي خاصنا نراجعوا الاوراق تاعنا. العمل الجمعوي ما خاصناش نخليوه سيب. كيف قلت لك خاص يدار دفتر تحملات تيلزم الجمعيات في هاد السنه عندك غتعطيني كيفاش غتشتغل والانشطه. ماشي تقول حتى الاخر تقول لي غندير نشاط، لا راه راك تاع 24 راه ماشي جمعيه. في الاول سنه غتبازي ليا شحال فاش غتخدم، وانا بناء على هذاك تقارير دوريه غتعطيني، وانا بناء على هذاك كنحكم واش حتى نشيطه ولا لا، واش الجمعيه كاينه، ونسيب لي ونكلاسي لي ساسوسياسيون كلاسي الجمعيات ونعرف مع من تعمل، ونجي انا نجيب هذيك الجمعيه انا ندافع عليها نعطيها منحه، حيت تنقول خدمات بتاعها باللي عندها ياك. دونك خاصني نعطيها باش تطلع تزيد لقدام ما تبقاش واقفه تم. كلمه اخيره عبد الرحيم الصوتي، شي كلمه توجهها للجمعيات بمقاطعه عن السبع. هو الكلمه تنقول اللي غادي نوجه لهم كيف تنقولها ديما وعارفين هما عارفيني. كاين جمعيات يتعاملوا معنا اللي عارفين الطريقه اللي تنتعاملوا بها حنا تيجيو، واللي ما باغيش يتعامل هذاك راه تيتهرب منا، راه ما تيبقاش يدور بينا هنا، ما تيبقاش يدور في ساحتنا، ما تيلقاش هذاك الشيء الماء العاكر اللي تنطلب انا من جمعيه تاع عين السبع. تنقول لهم راه عين السبع في حاجه ليكم، وراه اللي معرقل عين السبع ماشي هما السلطات المنتخبه، ماشي هما المسؤولين، ماشي هما المناديب تاع المصالح الخارجيه، ماشي هما، راكم نتوما الجمعيات اللي معرقلينا. مخلين انتهازيين تيجيو يستعملوكم ورقه انتخابيه، تيجيبوكم حتى الوقت وتضربوا الحي تاعكم والمنطقه تاعكم، تبداو تهرسوا في بعضياتكم. ومن هذا المنبر تنقول لكم باش تحاولوا تراجعوا الاوراق تاعكم، وهذه ماشي مزايدات، لان احنا ما محتاجينش باش نديروا مزايدات باش نجيبوكم. الا ما كنتيش عارف راسك راه تقدر تخدم معنا بهذه الشروط بلا ما تجي، راه واخا تبغي تسلم علينا ما نسلموش عليك. حاولوا تراجعوا الاوراق تاعكم وتخدموا يد في يد وتنسقوا، ماشي تحاربوا مع السلطات المنتخبه على المقاطعه. راكم في امس الحاجه لها المقاطعه، احنا في امس الحاجه لها فاعل جمعوي. واش انا غادي نتعامل مع تنقولوا حدثا مقاطعه عين السبع، حنايا حنا في امس الحاجه لها. مقاطعه الحي المحمدي جمعيه الحي محتاج لها، راه شريك في اي حاجه غدير نشاط في التريطوار، رانا شريك. السلطه كذلك احنا محتاجين لها، غنتعاملوا معاها. يعني جميع الشركاء خاصنا نديروا يد في يد ونخدموا ونحاولوا حنا جمعيات اللي نشوفوا اش ناقص
ونعطيوه كمقترح جماعي كاع. شي باش تنجتمعوا غنديروا وقفه على الخوى الخاوي، على روض غيدار، نديروا وقفه على جرده غدار، نديروا وقفه على حديقه غدار، غدير جمعيه فلان باش نهرسها، غنديروا وقفه باش نحطوا المطالب تاعنا. ماشي وقفه غنديروا وقفه، فهموني، وقفه ماشي عاوتاني تفهموا هذيك وقفه راه ما كاين اللي تقول لي وقفه تصعب هي وقفه الشعار يقول وادي لا. بخصوص دابا ولا عند الجمعيه شكون اقتراحيه الوقفه شنو هي وقفه هي نبركوا ونحطوا المقترحات تاعنا وندفعوها للمصلحه المعنيه. وفايت لينا حنا في الائتلاف درناها مع ليديك والحمد لله تحققوا بزاف د الحوايج منهم. من هذاك الكتاب اللي كنا حطينا تحققت شي 30 ولا 40% من هذاك الشيء اللي كنا حطينا لهم، شي 33 مطلب، وفيهم شي مطالب اللي كان خاصنا الدعم تاع الجمعيات يكونوا معنا لانهم غيرجعوا بالفائده للمنطقه والجمعيات. حيث ناخذ مثال شركه ليديك راها ملزمه باش تعاون مع الجمعيات في عين السبع. كاين واحد النصيب ميزانيه مخصصه للعمل الجمعوي، هذه خاصهم يفهموها وغنقولها لهم دابا باش يعرفوا. كاين ميزانيه مثلا ليديك ما تكملوا، هذه ميزانيه تكون مخصصه تنميه المنطقه. لذلك خاصها دير مشاريع تنمويه في المنطقه، تصوب حدائق، تحط مساجد، مصحات، روض اطفال، ملاهي، بشراكه مع الجمعيات بهذيك الميزانيه. وهما فين خاصنا نوضوا نشوفوا فين تتصرف هذيك. الا بغاو يخدموا نسولوا هذيك الفلوس اللي خاصها تمشي تجي ترجع لينا فين تتصرف على رؤساء المصالح، المديرين، كراء السيارات. هذه راه تسمعات في اجتماع مسجل مع المسؤولين تاع ليديك، قال لك وحنا تنكريو هذيك تكريهم فلوس انا فلوس هذا ما تكريمش فلوسي، فلوس انتو شابل هذوك. قلت لهم لقيتو العمل الجمعوي ميت في عين السبع، ميت. دونك هنا فلوس عين السبع كاينه، خاص الناس تاعي يقلبوا باش تنمى عين السبع كاينه. وكفانا من هذاك المزايدات ونتمناو الحمد لله يكون خير ويتفاهموا رؤساء الجمعيات ويديروا يد ونزيدوا قدام ونحيدوا هذوك الحساسات ان شاء الله يا رب. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا من ضيف الاحد، واللي كان الضيف ديالنا هو السيد عبد الرحيم الصوتي رئيس جمعيه الوحده للتنميه الاجتماعيه. ما ننساوش انكم تزورونا على الموقع ديالنا honapress.com. رمضان مبارك سعيد، ادخل الله عليكم بالخير واليمن والبركات. إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.